أهلا بيكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة. في البداية حابب أقول إن قصتنا النهاردة مختلفة شوية عن بقية القصص اللي كنا بنعملها قبل كده، فيا رب تعجبكم. فزي ما تعودنا نفصل نفسينا عن أي حاجة حوالينا ونجهز سماعاتنا، ويلا بينا نشوف قصتنا النهاردة بتتكلم عن إيه. يلا بينا. الو، ايوه يا زيزو. الو، ايه يا بوب؟ خلصت لبسه ولا لسه؟ فاضل القميص اكويه والبس على طول. بس بقولك ايه، انت تعرف هنركب مواصلات ايه واحنا رايحين؟ لا ما تخافش، الواد حماده ناوي يوصلنا بالعربيه بتاعت ابوه، وانجز بقى علشان ما نتاخرش. طب يلا سلام بقى علشان الحق اخلص. سلام. النهارده فرح اخت محمد عبد العاطي، واحد صاحبنا من المنطقه، والفرح في بلد في قريه في الارياف قريبه من الاسماعيليه، بس انا مش فاكر اسم القريه دي ايه، لكن الواد حماده هو اللي معاه العنوان. وفعلا على الساعه 4 اتقابلنا تحت بيت حماده انا وعبد العزيز، وبعدها لقينا حماده نازل ومعاه مفتاح العربيه، واول ما شافنا قال لنا: ايه يا رجاله الشياكه دي، جاهزين؟ يلا بينا. وبالفعل ركبنا العربيه وبدانا الرحله. وادي يا حماده، انت هتعرف الطريق لوحدك؟ انت عبيط يالا، المكان سهل خالص. بعد ما نوصل الاسماعيليه هنمشي على طول لغايه ما نوصل عند البلد، وبعدها هنلاقي الفرح على اول البلد زي ما محمد قال لي بالظبط. فضلنا ماشيين بالعربيه على الطريق الصحراوي اكتر من ساعتين، وخلاص الدنيا بدات تليل علينا في الوقت ده. عشان كده قلت لحماده: بقول لك ايه يا حماده، مش ملاحظ ان الساعه عدت 9 من زمان؟ هو انت طالع بينا على ليبيا ولا ايه يا بوب؟ اخرس يا فرغالي بدل ما احطك في شنطه العربيه. بصيت لحماده باستغراب، لانه كان باين عليه القلق جامد، وفي الوقت ده حسيت انه تايه. وبعدها عبد العزيز بص لي، وبعد كده بص لحماده وقال له: واحنا فاضل لنا كتير علشان نوصل؟ مش كتير قوي يعني. طب احنا بعيد عن البلد قوي؟ مش بعيد قوي يعني. طب انت عارف الطريق كويس؟ مش عارفه قوي يعني. نعم يا اخويا. هو انت مش قلت ان الطريق سهل؟ الحقيقه انا حاسس اني تايه من حوالي ساعه، ومش عايز اتكلم، وعمال الف يمكن نلاقي اقرب طريق للبلد. احنا ليه بنلف في الصحراء من الصبح؟ يبقى كده تخميني طلع صح ودخلنا على ليبيا. بس بقى يا ابني انت وهو بقى، خلينا نشوف الحوسه المنيله اللي احنا فيها دي. اركن يا حماده عليا جنب، خلينا ننزل ونوقف اي عربيه ونسالها على الطريق. واول ما نزلنا كان الطريق ضلمه كحل، وعلى يميننا صحراء وعلى شمالنا صحراء، ومفيش صريخ ابن يومين. في الوقت ده حماده وعبد العزيز طلعوا تليفوناتهم علشان يكلموا اي حد، وبدات انا كمان اعمل زيهم، لكن اتفاجئت ان مفيش شبكه. ده اللي خلاني قلت لهم: مفيش شبكه وتايهين في وسط الصحراء وفي عز الليل كمان. انتوا عارفين ان المشهد ده انا شفته قبل كده، شفته في فيلم رعب،
بس أبطال الفيلم كان معاهم موزز تحل من على حبل المشنقة. هو ده وقت الزار؟ اكناي اسكت، خلينا نشوف هنعمل ايه في الحوسه المهببه دي. سبتهم ورحت سندت على العربية وسرحت بخيالي في سوسو صاحبتي في الجامعة. سرحت في عينيها السودة مع شوية الحول اللي عندها، وسرحت في خدودها الحمر. لكن الحمار ده مش حلاوة، ده من آثار الخناقات اللي بتعملها مع أصحابها في الجامعة. وكمان سرحت في صوتها الرقيق اللي ما بيخلاش من الخشونة من شرب الشيشة. وفي وقت ما أنا سرحان لقيت حمادة بيقول: يا لهوي ياما، احنا تهنا في الصحراء بجد زي ما قال الحيوان ده. حيوان؟ هو يقصد مين بالحيوان؟ بقول لك ايه يا حماده، تعالى نمشي بالعربيه شويه لغايه ما نلاقي اي حد نساله علشان يقول لنا احنا فين دلوقتي، لان حضرتك بتقول انك ما تعرفش احنا فين، فلازم نسال اي حد لغايه ما نرجع للبلد مره تانية. رجعنا للعربية وركبنا واتحركنا تاني. لكن واحنا ماشيين لقيت حمادة بيشاور بإيده وبيقول: بصوا كده يا جماعة، دي مراجيح دي ولا ايه؟ بصينا للاتجاه اللي حمادة شاور عليه علشان نشوف على مسافة بعيدة جوه الصحراء أنوار كتير، وفي مكان واحد زي ما يكون فيه هناك فرح. في الوقت ده حمادة دخل بالعربية في الصحراء من ناحية الأنوار، وأنا كنت قاعد في الكنبة اللي ورا وببص على الأنوار اللي شكلها بعيدة عننا، وبقول في سري: إيه اللي جاب الأنوار دي هنا في الصحراء؟ فضلنا ماشيين بالعربية لمدة 3 دقايق لغاية ما لقيت حمادة بيقول: هو المكان بيبعد ولا ايه؟ انا كنت فاكر اننا قريبين منه. فضلنا ماشيين بالعربية لغاية ما قربنا من الأنوار أكتر، وفضلنا نقرب ونقرب، وفجأة لقينا الأنوار انطفت والعربية وقفت مرة واحدة. هو النور قطع ليه؟ وانت يا حمادة وقفت بالعربية ليه؟ اولا انت مش قاعد في حمام بيتكم علشان تقول النور قطع، وتاني حاجة العربية باين عليها بطلت لوحدها فجأة. وده حلو ولا وحش؟ ابوس ايدك بطل هزار يا اخي. فجأة لقينا راجل لابس جلابية بيضة وقصيرة وفوقيها شال اسود طويل. الراجل كان اسمر وعينيه واسعة. لقيناه بيقرب مننا ووقف جنب العربية، وبعد كده لقيته بيخبط على الازاز اللي جنبي. في الوقت ده قلت لهم: الظاهر كده يا جماعة احنا دخلنا على افغانستان. ورحت منزل الازاز اللي جنبي، وبعدها لقينا الراجل بيقول: انتوا جايين تحضروا فرح اخت محمد الحلوف؟ حلوف؟ الحلوف ده اسم عيلة محمد عبد العاطي. الراجل بص للسما شوية وهو بيفكر، وبعد كده قال لنا: باين كده. طيب ممكن تقول لنا لو سمحت، هو احنا فين دلوقتي؟ انتوا في كفر السحلوية. كفر مين؟ كفر السحلوية. طيب هي ايه الانوار اللي كانت مولعة دي يا حاج؟ لقيت الراجل بص لي باشمئزاز وقال لي: ده فرح بنت الحلوف، انتوا جايين تحضروه؟ في الوقت ده لقيت حمادة بيقول له: بص يا أستاذ، محمد عبد العاطي قال لنا إن القرية دي اسمها ولاد الطحان، مش كفر السحلوية. هي ليها اسمين. المهم، هتحضروا الفرح ولا لا؟ سكتنا كلنا واحنا بنبص لبعض، وبعدها عبد العزيز قال له: طبعا هنحضر الفرح. لقينا الراجل بيبتسم، وبعدها نادى بعلو صوته ناحية الأنوار وقال: العدد كامل يا سحلوية ولع. فجأة لقينا الأنوار ولعت تاني، بس رجعت بأصوات كتيرة وصوت موسيقى شديدة وأغنية بتقول: خدناهم على غفلة وبومب وحفلة وفاضل ليهم زلطة ونص ويحط عليهم. أهو جم أهو جم برجليهم. خدناهم على غفلة
وجم جوا الحفلة وفاضل ليه زلطة ونص ويحط عليهم. اهو جم اهو جم برجليهم. بعدها خرجنا كلنا من العربية واحنا بنبص لبعض باستغراب من اللي بيحصل. وفي الوقت ده كان في كشة فرح وناس كتيرة جدا مالين المكان، وأكنهم نزلوا من السما فجأة، اللي ماسك عصاية وبيرقص بيها، واللي قاعد بيشيش، واللي ماسك الميكروفون وبيتكلم. وفجأة واحنا ماشيين لقينا واحد جاي من ورانا وبيصرخ وبيقول اذكر الله. اتنفضت من مكاني وانا ببص على اللي قال كده، بس لقيت واحد تاني جاي وبيقول انت تعرف حد من عيلة الحاج سلهوب أوانس؟ في الوقت ده عبد العزيز فقد أعصابه وصرخ وهو بيقول حرام عليكم بقى، هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ فجأة الموسيقى سكتت والأنوار انطفت ولقينا الناس اختفت. هو اللي أنا شفته ده كان حلم ولا خيال ولا في إيه بالظبط؟ المكان فضل ساكت للحظات، وبعدها لقينا الأنوار رجعت تاني ومعاها صوت الأغنية اللي كانت شغالة أول ما دخلنا. خدناهم على غفلة وجم جوا حفلة وفاضل ليهم زلطة ونص ويحط عليهم. اهو جم برجليهم. خدناهم على غفلة وجم جوا حفلة وفاضل ليهم زلطة ونص ويحط عليهم. بعدها لقيت واحد بيدي سجارة حشيش لحمادة اللي اتفاجئت انه خدها منه وابتدى يشربها. وفي نفس الوقت ظهر فجأة واحد وهو بيشد حمادة علشان يرقص على المسرح. وبعد ما طلع على المسرح ابتديت انا ابص في الارض وبفكر في اللي بيحصل، وكنت بقول احنا كنا راكبين العربية ورايحين فرح. كنا رايحين فرح اخت واحد صاحبنا وتهنا في الطريق وسط الصحراء، وبعدها لقينا فرح وسط الصحراء. هو اللي احنا فيه ده حلم ولا تهيؤات ولا ايه؟ وانا برفع دماغي من الارض لقيت واحد قصير واقف في وشي وكان بيبتسم وبيقول انت متأكد انك ما تعرفش الحاج سلهوب أوانس؟ اتخضيت منه وانا بقول هو عبد العزيز فين؟ خدوه علشان يرقص معاهم على المسرح، بس انت فيك شبه من سعيد سلهوب. متأكد انك مش جوز اخته؟ طيب ممكن اسأل سؤال؟ أأمرني يا غالي. هو احنا فين دلوقتي؟ في كفر السحلوية. طيب هي مين الناس دي؟ دول رجالة كفر السحلوية. طب وانتوا عاملين ليه الفرح في وسط الصحراء؟ صحراء ايه يا بوب؟ دي بلدنا. بقول لك ايه، هو النور ده بينطفي ويولع عليه كده، ده ولا كأن في عفاريت هي اللي ماسكاه؟ عفريت مين يا جدع؟ ما عفريت الا بني ادم. احنا مش عفاريت، احنا من الجن. انت منين بقى يا وحش؟ نعم يا اخويا، جن؟ انت بتهزر صح؟ انت مش مصدق علشان شكلنا عادي. طب بص كده. ولقيته بيفتح بقه علشان اشوف جواه 3 لسان لازقين في بعض. في الوقت ده صرخت. بعدها لقيته قفل بقه وقال لي لا مؤاخذة يا حبي، ما انت اللي ما كنتش مصدق. وعلى العموم خد دي وانت تريح. دي ايه دي؟ دي سجارة حشيش، ماركة ودع اهلك. اودع اهلي؟ لا شكرا، مش عايز حاجة. بس بقول لحضرتك ايه، انت قلت لي انك من الجن صح؟ ايوه. وبقالك كتير شغال عفريت؟ يا عم عفريت ايه؟ من بقك لباب السما. انا جن عادي وشغال منجد افرنجي وبكسب لقمتي بعرق جبيني. عرق جبينك؟ امال ايه يا باشا؟ والفرح ده فرح مين؟ فرح اخت محمد الحلوف. طب وهي فين دلوقتي؟ مش عارف. طيب هو فين العريس؟ مش عارف. حضرتك متأكد انك من الجن؟ في اللحظة دي لقيته بيخرج شريط برشام من جيبه
وخد منه كبسولة وبلعها وبصلي وقال: ياه، الدنيا دي حلوة أوي يا باشا. قال الجملة دي وبعدها وقع على الأرض مغمى عليه. بصيت حواليا وأنا بقول: جن بيشتغل منجد أفرنجي وفرح في الصحراء وحشيش وأغاني هابطة، أكيد في حاجة غلط. في الوقت ده حمادة لسه على المسرح وكان عمال يرقص فوق على المسرح. رحت جاري على المسرح وطلعت فوق ومسكت ايد حمادة وشدته ناحيتي وانا بقول له: انا مش مطمن يا ابني، في واحد بيقول لي انه من الجن وشغال منجد افرنجي. وصدقته يا عبيط؟ ده ناقص تقول لي كمان ان في رقاصه برجلين معزه وهترقص دلوقتي. فجأة الاغاني وقفت ولقينا اللي ماسك الميكروفون بيقول: ودلوقتي فرحنا مع رقاصة مصر والشرق الأوسط حبيبة الإنس والجن بينزم محوافر. اتسمرنا في مكاننا ولقينا رقاصة طالعة على المسرح وكانت رجليها رجلين معزة. مسكت حمادة من هدومه ونطينا من على المسرح، وبعدها جرينا على عبد العزيز اللي كان قاعد بيشرب شيشة. في الوقت ده شفنا واحد كان جاي من بعيد وسط الصحراء، لابس جلابية وعمة وشايل بندقية على كتفه، وأول ما قرب من الفرح نزل البندقية وضرب طلقة في الهوا. بعدها لقينا كل اللي في الفرح بيجري، وبعدها الأنوار انطفت واختفى كل الناس وما بقاش في صوت غير صوت الهوا بتاع الصحراء. بصيت لعبد العزيز ولقيته قاعد على الأرض وبيبص حوالين منه باستغراب، وبصيت لحمادة لقيته واقف وفاتح بقه وبيبص للراجل اللي معاه البندقية وهو بيقرب مننا، وبعدها لقيته بيقول لنا: انتوا مين وايه اللي جابكوا هنا؟ بلعت ريقي وانا بقول له: كنا رايحين عند ولاد الطحان نحضر فرح. دي بلد قريبة من هنا. واحنا رايحين تهنا في الطريق والعربية عطلت مننا هنا، والناس اللي كانت هنا قالوا لنا ان ده الفرح اللي احنا كنا رايحين نحضره. طب سيبوا عربيتكم هنا وبكرة هاتولها ميكانيكي يصلحها، وتعالوا معايا علشان اركبكم حاجة رايحة لولاد الطحان. لقينا الراجل مشي من غير ما يبص لنا. رحت جريت على عبد العزيز ومسكته من هدومه وقومته من على الأرض، ومسكت حمادة من هدومه بإيدي التانية وشديته علشان نلحق الراجل. وبعدها لقيت حمادة وعبد العزيز ابتدوا يفوقوا من اللي هم فيه، ولقيت عبد العزيز بيقول لي: هو مين الراجل ده كمان؟ وازاي عارف اننا هنا؟ مش عارف، المهم اننا هنمشي من فرح العفاريت ده. اللي قول لي صحيح، هو انت شربت شيشة؟ لا ده حشيش. بحسب. انا الغفير بتاع المصنع ده. هو انت شفت اللي احنا شفناه ولا احنا كنا لوحدنا هنا وبنتخيل؟ شفتهم. مش انت بتتكلم عن العفاريت والجن اللي كانوا بيترقصوا حواليكم، ولا بتتكلم عن الرقاصة اللي رجليها رجلين معيز؟ بصيت على رجله بسرعة لقيته هو اللي رفع الجلابية، وبعد كده رفع رجله وقال: لا ما تخافش، رجلي مش زيهم. هي ايه حكاية العفاريت دول؟ لقيت الغفير ادانا ظهره وبص للسما وقال: زمان من يجي 45 سنة كده كان في مصنع هنا، وكان مصنع ازاز، عملوا الريس ابو خالد. احيه، هي مصر مسكها واحد اسمه ابو خالد؟ الغفير بص لي بغضب وقال لي: ابو خالد ده الريس جمال عبد الناصر، ربنا يخليه لنا. بس ده مات. ايه، الريس مات؟ ومين اللي مسك؟ النائب بتاعه؟ السادات مسك بس قتلوه. يا لهوي. ما تشغلش بس نفسك انت يا عم الحاج وكمل الحكاية. لقيناه ادانا ظهره تاني وبص للسما وقال: كانت في اشاعات عن عفاريت ساكنه المكان ده، كانوا جماعه مسمين نفسهم كفر السحلويه، وكل كام يوم يتوه واحد في الصحراء وبعدها ياخدوه ليهم يدننوه او يموتوه. وكان في غفير على المصنع ده كراجل مجدع وشديد، يقول للغولة: يا غولة عينك حمرا،
وكان طويل ووسيم في نفس الوقت، شبه مارلون براندو في فيلم الغفير ده اللي هو انت يعني؟ بصلي وابتسم وهو بيقول استنى بس علشان تتخض في آخر القصة. لقيته بص للسما تاني وكمل وقال الغفير ده مرضيش باللي بيحصل هنا، وراح للمكان اللي بيختفي فيه الناس، ووقف قصاد العفاريت وقفة رجالة، مرة يقرأ عليهم قرآن، ومرة يقرأ عليهم أدعية، ومرة يقف في وشهم من غير خوف، لحد ما الخوف دب في قلوبهم منه، وعرفوا إنه هيمنعهم من تخويف الناس. مرة واحدة الغفير بصلنا ولف حوالينا بطريقة استعراضية وهو بيقول وفي ليلة سودة والغفير نايم بيحرس المصنع. نايم وبتحرس المصنع؟ طب ازاي؟ اختار لك حاجة فيهم. خلينا في المهم. في اليوم ده العفاريت جت وولعت في المصنع، والنار كلت كل حاجة. والغفير مات محروق؟ لا، هرب من المصنع وطلع يجري على الطريق السريع، بس هو بيجري عربية نص نقل خبطته، وفضلت تروح الغفير ده غضبانة من كفر السحلوية. كملت أنا بسرعة وقلت له وكل ما حد يتوه في كفر السحلوية والعفاريت يلقطوه انت تيجي وتنجده منهم، صح؟ هو أنا كل ما أجي أحكي الحكاية لحد ألاقيه عارف نهايتها. انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ صلي على النبي في قلبك كده. الله أكبر الله أكبر. ايه ده يا حاج؟ لقيته بصلي وقال اشمعنى عفاريت الأفلام بتخوف وأنا ما بخوفش؟ علشان انت عفريت طيب بس. أيوة، بس جو السسبنس بيخوف برضه. أنا مضطر أخوفكم بجد المرة دي. وبعد ما خلص الجملة دي لقيت نفسي بقوم من النوم وأنا قاعد على الكنبة في عربية حمادة، وعبد العزيز قاعد على الكرسي اللي جنب حمادة وكان نايم، ولقيت حمادة هو كمان قاعد على الكرسي بتاعه ونايم وساند دماغه على الدركسيون. رحت مزعق فيهم وصحيتهم، يصحوا يا جماعة. اتفزعوا وقاموا وهم بيبصوا حواليهم. في الوقت ده لقينا جنبنا يافطة مكتوب عليها الإسماعيلية 84 كيلو، وجنبها يافطة أصغر منها وكان مكتوب عليها مرحبا بكم في قرية أولاد الطحان. ايه ده؟ هو انا كنت بحلم؟ هو انت كمان حلمت بكفر السحلوية؟ لقيت عبد العزيز بيبص لي وهو مستغرب، وبعد كده قال لي ازاي كلنا كنا بنحلم نفس الحلم؟ وفروها الغفير اللي خرجنا من كفر السحلوية؟ وازاي جينا هنا واحنا كنا تايهين؟ بعدها حمادة جرب يدور العربية تاني، لقينا العربية دارت على طول. قعدنا نبص لبعضنا باندهاش، وبعدها اتحركنا بالعربية. وأول ما اتحركنا بصيت ورايا من إزاز العربية علشان أشوف الغفير واقف وسط الطريق، وكان بيبص عليا وبيبتسم. وبعدها لقيت المنجد الأفرنجي والرقاصة ورجالة كفر السحلوية كلهم طالعين يقفوا جنب الغفير، وفجأة لقيتهم كلهم بيرقصوا، ولقيت الغفير بيخرج رزمة فلوس من جيبه وقعد ينقط الرقاصة، وبعدها بص عليا وشاور لي مع السلامة. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.